دلال خرجت بلايف كتوضح شنو كان كيقول لها موسي، وقالت على انه كان كيقول لها الغزاله دلال، الفنه دلال، الكبيده دلال، اتولد تويمات وغتجيب لنا التوام دلال. وقالت خليني ساكته ربي شايف كل شيء. فمن بعد ما تعاطفوا معها الناس، البعض منهم رجع كينتقدها وما فاهمينش علاش ما بغاتش تنساه، خصوصا انه هو تخطاها وعايش حياته مع الزوجه ديالو. فالمتتبعين ديال هاد القصه انقسموا، كاين اللي مازال متعاطف مع دلال وكيحاولوا انهم يساندوها بالتعاليق الايجابيه، وكيطلبوا منها تفكر في صحتها وفي مستقبلها وفي راسها، وكيقولوا لها اللي مشى بخاطره الله يعاونه. وكاينين متتبعين اللي ضدها وضد هاد الشيء، وكيقولوا على انه فين هي الكرامه، السيد مع مراته وهي عايشه في الاوهام، وكيفاش خارجه دايره هاد الحال على واحد ما كانتش بيناتهم شي حاجه رسميه. ولكن فقط للتوضيح، دلال سبق وصرحات انهم كانوا كيوجدوا يتزوجوا وما عرفاش كيفاش حتى وقع حتى سالا كل شيء. فالقصه الحقيقيه كتبقى غامضه. لهذا اغلبيه الناس كيقولوا ما نحكموش على دلال، دعيو معاها، كتبقى امراه وحسب ما صرحات به على أنها كانت كتبغي موسي حب حقيقي، وعمرها ما نساتو، وكتعذب لحد الساعة، وكتحاول تبين للجمهور على أنها الظروف اللي كتمر منها راها قاسية، وبغات الناس يتفهموها وما ينتقدوهاش بطريقة سلبية. ولكن كيف قلت لكم، كاينين الناس اللي متضامنين معاها وبقات فيهم، وكاينين الناس اللي في الاول بقات فيهم بعد ما نشرات الصوره وكانوا كيحسب لهم على انها تعرضت لضغوطات وعندها مشاكل اخرى. ولكن منين تبين وتوضح على ان المشكل ديالها هو الحب ديالها الموسي، فكاينين الناس اللي ما بقاوش متضامنين معاها ورسالتهم خلي عليك السيد مزوج ومراته حامله خليه في التقار. وكذلك أغلبية المتتبعين قالوا لها على أن الزواج قسم نصيب، ومسلم ماشي من نصيب ديالك، فهو اختار شريكة الحياة ديالو اللي غيكمل معها حياته، تزوج بها وهي حاليا حاملة. وكيشاركوا بعض المرات الصور ديالهم مع المتتبعين، فالله يسهل عليه مع الزوجة ديالو، وحتى انت الله يسهل عليك ويجيب لك ولد الناس اللي غادي يختارك. فموسيكم بغاك ما غاديش يخليك، وكذلك ما مكتابلكش. ولهذا هذه هي أغلبية التعاليق ديال الناس، قالوا لها على أنها تحاول تفكر في المستقبل ديالها، تديها في الصحة ديالها، فهي بنت طموحة جميلة، ما تخليش هادشي يأثر على النفسية ديالها وخصوصا على الصحة ديالها. فبزاف ديال الناس كيف قلت لكم من بعد ما تعاطفوا معاها، ولكن حاليا تيأنبوها وكيقولوا لها خفيقي وراه ما مكتابلكش، وكون بغاك غادي يديك، فاش ما داكش فهو ما باغيكش اولا ما مكتابلكش، فالله يسهل على كل واحد فيكم.